هل عمرك وقفت تفكر كده ليه العميل يقرر يشتري من حد مش منك؟ ليه ممكن يدخل على صفحتك، يشوف المنتج بتاعك، يعجبه السعر وبعدين يسيبك ويروح لغيرك؟ يا ترى دي صدفة؟ لا، دي عملية كاملة بتحصل جواه خطوة بخطوة، واللي يفهمها صح يسيطر على السوق. النهاردة في طريق البيزنس هنفهم مع بعض رحلة اتخاذ قرار الشراء، واللي هي ببساطة شديدة جدا المراحل اللي بيمر بيها أي عميل قبل ما يقرر يشتري حاجة. وده من أخطر وأهم الحاجات اللي لازم صاحب مشروع أو رائد أعمال يكون عارفها كويس جدا، لأنها اللي بتخليك تعرف تمسك الزبون من أول شرارة فضول لحد ما يبقى عميل دايم ليك. المرحلة الأولى، العميل هنا بيحس إن في نقص في حياته. واحد مثلا جعان وعايز ياكل، واحد موبايله باظ، واحد زهق وعايز يغير شكله، عايز يتغير بشكل عام. اللي يكسب في المرحلة دي مين؟ اللي يعرف يوصل رسالته في العميل اللي فيها محتاج يسمعها. يعني لو بتسوق بطريقة صح وبتتكلم بلغة وجع العميل، هتدخل دماغه فورا كمرشح أول يشتري منه الحاجة اللي هو عايزها. نيجي بقى للمرحلة التانية، وهي مرحلة البحث وجمع المعلومات. خلاص هو حس إنه محتاج حاجة معينة، دلوقتي هيبدأ يعمل إيه؟ يدور عليها، هيشوف مين بيقدم الحاجة اللي هو عايزها وبيقدمها فين وبكام، سعرها كام في السوق. يبدأ يعمل عملية بحث. هنا لازم تكون انت واضح وموجود. سوشيال ميديا، مواقع، صور كويسة، تقييمات حقيقية. يا جماعة اللي مش ظاهر كأنه مش موجود. وفي الزمن ده الوجود الرقمي مش رفاهية إطلاقا، ده مسألة حياة أو موت بالنسبة للبزنس بتاعك. عشان كده مهم جدا إنك يكون ليك تواجد على السوشيال ميديا. مهم جدا إنك تكون بتعرض حاجتك بتصوير كويس، صور كويسة تكون حاططها عشان تبدأ تعرض حاجتك فيها ويكون شكلها كويس. اهتم بالتقييمات اللي بيديها لك العملاء اللي بيشتروا منك. يعني دايما لما بيكون عندك عميل عايز بيشتري منك حاجة، اطلب منه ان هو يخش على الموقع بتاعك ويعمل لك تقييم ايجابي طالما الحاجة عجبته. نيجي بقى للمرحلة الثالثة، التقييم والمقارنة. هنا العميل بعد ما يقعد يدور على الحاجة اللي هو عايزها ويعرف هي بتتباع فين وبتتباع بكام، هيبدأ بقى يعمل مقارنة عقلية بينك وبين غيرك. مش بس على السعر على فكرة، لا، على القيمة وعلى الخدمة وعلى الضمان وعلى المصداقية. هيسأل مثلا نفسه سؤال: مين بيهتم بيا بعد الشراء؟ مين بيرد بسرعة عليا في خدمة العملاء؟ مين بيديني إحساس بالأمان؟ ودي المرحلة اللي لازم تخلي فيها كل تفصيلة في شغلك تقوله أنا الأفضل. نيجي بقى للمرحلة الرابعة. خلاص هو محتاج حاجة، بدأ يدور عن المعلومات ويبحث عنها، بدأ يقيم بين الخدمات اللي معروضة والأسعار اللي موجودة والخدمة المقدمة والضمان والمصداقية. بدأ يكون عنده داتا كاملة ويبدأ يقارن بين الحاجات. يوصل بقى هنا للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة وهي اللحظة الحاسمة، قرار الشراء. كل اللي فات كان تجهيز للخطوة دي اللي هي خطوة قرار الشراء. لو انت موجود، واضح، مقنع، مريح، القرار هيكون في صالحك. لكن لو سبت فجوة صغيرة في الثقة أو التواصل، المنافس بتاعك هيدخل منها فورا وياخد العميل منك وانت مش واخد بالك. ونيجي بقى للمرحلة الخامسة. هو لسه كده المراحل ما خلصتش. الدنيا مش بتقف عند ان العميل يشتري السلعة، لا، في مرحلة خامسة ومهمة جدا بالنسبة لك، وهي التقييم بعد الشراء. ودي المرحلة اللي ناس كتير بتغلط وتطنشها. العميل بعد ما بيشتري الحاجة يبدأ يسأل نفسه: هل أنا راضي بالحاجة اللي أنا اشتريتها ولا أنا أخطأت؟ وكان المفروض أشتري من نوع تاني أو ماركة تانية أو أو شخص بيقدم الخدمة غير الشخص ده. هل أعيد الشراء تاني واشتري تاني؟ هل أرشح نفس الشخص ده لحد تاني؟ هنا بيجي دورك الحقيقي كصاحب مشروع ناجح.
تبدأ بقى تتابع العملاء بتوعك، تهتم، تسألهم، تقدم خدمة ما بعد البيع. تخليه خدمة ما بعد البيع دي بتخليه مش بس يشتري، مش بس ان هو يشتري منك مرة، لا دي بتخليه يشتري منك تاني وتالت ورابع. خدمة ما بعد البيع دي بتكون سفير ليك قدام العملاء بتوعك. خلاصة الكلام، العميل مش بيشتري بالصدفة، لازم تكون فاهم كده كويس جدا. دي رحلة كاملة لازم تمشي معاه فيها خطوة بخطوة، وتكون صديقه في الرحلة دي. ولو فهمت كل مرحلة هتعرف تظهر للعميل امتى في الوقت المناسب او في الوقت الصح، وتقدم له الرسالة اللي توصله للقرار اللي انت عايز او اللي انت عايزه. وده هو السر اللي بيحول البيزنس من تجربة حظ لنظام ناجح بيولد فلوس واستمرارية. كنت معاكم أنا دكتورة إيمان عليوة، مدربة ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والوظيفية. ومن خلال قناة طريق البيزنس بنتعلم سوا إزاي نقرأ عقل العميل، وإزاي نبني مشروع ما يعتمدش على الحظ لكن على فهم وذكاء. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتبولي في الكومنتات انت شايف ايه اكتر مرحلة من مراحل الشراء صعبة في مشروعك. خلينا نناقشها سوا في الحلقة الجاية لو لقيت عندك مرحلة صعبة في مشروعك.